معانا النهاردة وصفة الملوخية. بصوا، هتقوموا تعملوها دلوقتي ومش هتسقط منك وهتبقى حلوة جدا. هحط المقدار اللي انا عايزاه من الملوخية بتاعتي، وبعد كده واحدة واحدة هبدأ انزل الشوربة بتاعتي. في ناس طبعا بتعملها بشوربة، وفي ناس مش بتحب الشوربة وبتعملها بمية. المفضل عندك والمتاح عندك اعملي بيه. بصوا، هفضل ازود الشوربة بتاعتي او المية بتاعتي سنة سنة. مش بحط الشوربة الاول، لا، ده انا بحط الملوخية الاول وبعد كده بحط الشوربة. طبعا الطشة الجامدة جدا بتاعتي هحط شوية زبدة او شوية سمنة، معاهم معلقة كده كبيرة حلوة توم. موسم التوم جاي وهقول لكم ازاي نخزن التوم. وانا ما بحطش كزبره عليها. وادي الطشه الرهيبه بتاعتنا بتاعه الملوخيه. مش قادره اقول لكم ريحتها وطعمها عامل ايه. وهفضل اقلب بقى فيها كده. عايزه تطشيها بكزبره مع التوم، طشيها. شايفين عامله ازاي؟ فيها عرق وما سقطتش ومش خفيفه ولونها اخضر. وبصوا، هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ومستنية تعليقاتكم.